بجد مش هبطانين من امبارح، بس احب اقولك ان انت صبيتي مجهود في حته غلط يعني، او مع الشخص الغلط. انا اخر حد ممكن يفرق معاه مين بيقول ايه، مين بيعمل ايه، مين بيكتب ايه. اكتر واحده على الكوكب مهويه، وفي الاخر ما قلتش غير الحق وقلت لك بلاش تلعبي معايا اللعبه دي، لان انا ما قلتش غير جزء من الحقيقه. فبس انت بتصبي مجهود في حته تانية. يعني احب اقول لك امبارح النونة كانت مع اللي راح وكلها انشكاح ورقص وزمر وطبل في الحفله، فانت كان المفروض تبقي موجوده في حفله امبارح وتصبي مجهود اكتر في حته تانية على اللي راح منك، مش على ان انا اتهم الناس واتبلع على الناس ان هم بيعكسوني وبيغازوني عشان اغيظ حد تاني. ف ف فمش عارفه اقولك ان كل اللي انت بتعمليه بيبسطني اكتر. يعني لجان بقى مين يكتب مين بيدفع له، حرام والله، صعبان عليا فلوسك وصعبان عليا مجهودك مع حد مش فاهم. بس ابقى قفلت الموضوع ده. اخر واحده انا في الكون ايمان مين بيكتب ايه. الناس بتفتعل مواقف عشان تطلع ترند. انا ما قلتش غير الحقيقه او جزء برضه من الحقيقه. يكفي شكلك دلوقتي قدام الناس عامل ازاي. انا ما قلتش غير الحقيقه دفاعا عن الراجل، انه ولا عاكس حد ولا شاف حد ولا بصبص لحد ولا ان حد وهو عارف الكلام ده وعارف ان انا قلت الكلام ده وموافق على الكلام ده، فارتاحوا وعارف ان انا دافعت عنه هو اللي طالب. قصه طويله عريضه، فما تحاوليش شكلك وحش بطريقه وحشه ان الاخبار دي تتقال للصحافه. ما عكسكيش وهفضل اقولها، ما عكسكيش وما جاش جنبك، انتي اللي رميتي نفسك عليه. في فرق ما بين الصحاب اللي بيقعدوا معاه ويتصوروا معاه، وفي فرق ما بين اروح اقول ان الراجل ده عاكسني، الراجل ده عينه مني، الراجل ده. روحي بس شوفي اللي حصل في حفله امبارح ودوري ازاي تصلحي امورك بطريقه حاجه بقى عشان ابقى ختمت كلامي. شغل لجان، شغل صحافه، شغل تكتبي اخبار، شغل الكلام ده اللي انت كنت بتعمليه من 3-4 سنين عشان تتجوزي الراجل وتضايقي الفانز بتوعه. لا، هرفع قواضي وهطلع افضحك اكتر وهقول كلام اكتر باثباتات بقى، فاهمه؟